من أكثر الحالات شيوعا في الأطفال الأمراض يعني لحد سن الخمس سنوات كده اللي هو التبول اللا إرادي. الطفل بنبدأ ندربه من سن سنتين ونص إن هو يبدأ يقعد في البو بتاعه الحمام البلاستيك بتاعه عشان نبدأ التدريب. لازم نبدأ التدريب بدري، كل ما نبدأ بدري كل ما هيكون أفضل يعني. المهم إن الطفل المفروض إن هو بيتحكم في التبول بتاعه. عندنا بالنسبة للإناث لحد عمر 5 سنوات، وعندنا بالنسبة للذكور لحد عمر 6 سنوات. ده المفروض إن الطفل يكون يتحكم في التبول بتاعه. يا ترى إيه أسباب عدم تحكم الطفل في التبول بتاعه؟ عندنا لو قلنا التبول اللا ارادي، وده في حاجه في غايه الاهميه ونركز مع بعض فيه كويس جدا. عندنا البرايمري والسكندري. عندنا تبول لا ارادي اولي وتبول لا ارادي ثانوي. التبول اللا ارادي الاولي ان الطفل ما بيتحكمش في بوله خالص، يعني من اول مستمر ما تحكمش في بوله خالص في كل الفترات الزمنيه لحد ما احنا شفناه كطبيب او بدا الاهالي يتجروا ويشتكوا ويبداوا ان هم يذهبوا بيه للاطباء. اما الثانوي فبيكون الطفل تحكم في البول بتاعه سنه او سنتين او اكتر او اقل، وبعد كده حصل انتكاسه ليه وبدا ان هو ما يتحكمش في البول. ايه السبب؟ عندنا اسباب. الانسان طبعا اي مرض في الدنيا بيكون الانسان يعني مخلوق من روح وجسد، فيا اما اسباب نفسيه يا اما اسباب عضويه. لازم الطفل اولا ان انا كطبيب استبعد الاسباب العضويه، بمعنى بكشف على الطفل بتاعي وابدا اشوف في امراض معينه تخلي الطفل كثير التبول ولا لا. عندنا مثلا مرض البول السكري بيخلي الطفل يتبول كتير. عندنا لو في التهاب بكتيري في مجرى البول برضو ده بيخلي الطفل يتبول كتير. عندنا لو اي عيب خلقي في الجهاز البولي. في اطفال بتتولد ب2 حالب، في اطفال بتتولد بتكون المثانه البوليه بتاعتها صغيره الحجم، هو كده ربنا خلقه كده، المثانه بتاعته صغيره الحجم فما بتحتفظش بنسبه كبيره في عمليه البول، فكل ما بتتملى بسرعه بيبقى عايز يفضيها، فعشان كده بيبقى التبول بتاعه كتير. زائد برضو بعض الخلل بيكون في الهرمون اللي هو مسؤول عن تنظيم كميه التبول. دي تقريبا اهم الاسباب اللي هي العضويه. لازم الطبيب الاول يستبعد الاسباب العضويه. بعد كده نخش على الاسباب النفسيه، وهي في السواد الاعظم من الاطفال بتكون هي الاساس بالنسبه لمرض التبول اللا ارادي. عندنا مثلا طفل يعني بتكون اكتر في 3 نوعيات من الاطفال. الطفل اللي هو الكبير عشان بيكون واخد قدر اكتر من اهتمام الوالدين والدلع والكلام ده كله. وعندنا بتبان في الطفل الصغير برضو بياخد قسط كبير جدا من الدلع. والطفل الاوسط ليه؟ لانه شايف الاهتمام بالطفل الاكبر وشايف الاهتمام بالطفل الاصغر، وهو مهضوم حقه في النص، محدش حاسس بيه. فهيعمل ايه؟ هيبدأ يلفت الانظار ليه. لازم يلفت الانظار ليه بحاجة معينة بحيث ان هم يبدأوا يهتموا بيه، اللي هو زي التبول اللا ارادي. عندنا مثلا اطفال بتكون الظروف النفسية بتاعتهم في الاسرة حصل فيها اضطرابات، مثلا في انفصال بين الام والاب، طبعا دي بتكون نقطة في غاية الاهمية. بيكون مثلا سفر الاب فترة طويلة مثلا للعمل بره البلد اللي هو مقيم فيها الطفل. عدم حصول الطفل ذات نفسه على كمية الحب والحنان اللي هو المفروض يجدهم من الاب والام. الحب والحنان بطريقة متوازنة مش مبالغ فيها. المبالغ فيها برضو بتجيب نتيجة
عكسيه. عندنا مثلا اطفال بيكون حياتهم كلها اللعب، مفيش تنبيه من الام او من الاب، بمعنى ان هو وقته كله مقضيه في اللعب مثلا، ودي في المرحله طبعا مرحله الطفوله بتكون واضحه جدا في الاطفال، فبيكسل ان هو يروح الحمام، مش عايز يسيب اللعبه، مش عايز يسيب الاتاري، مش عايز يسيب البلاي ستيشن، مش عايز يسيب الجيمز اللي على الموبايل، فبيضطر ان هو يتبول على نفسه عشان مش قادر ان هو يسيب الالعاب اللي هو بيلعبها. او حتى لو بيلعب رياضه، يعني لو بيمارس مثلا اي نوع من انواع الرياضه، بس الرياضه اللي هي اللي مع اصحابه، يعني مش رياضه في نادي وكده يعني، لا بيلعب كوره مثلا، بيلعب اي حاجه، بيجري بيتنطط في حديقه ولا حاجه، وبرده مش هاين عليه ان هو يترك اللعبه الجميله دي او الوقت الجميل اللي هو بيقضيه مع اصحابه، فبيضطر ان هو يتبول على نفسه. في طبعا عندنا اطفال اللي هم بيعانوا من فرط النشاط واضطرابات نقص الانتباه، دي طبعا اللي هي موجوده فيهم برضو بالنسبه للتبول اللا ارادي. ايه بقى اللي في بعض النصايح في غايه الاهميه عشان نبدا نعالج مثل هذه الحالات. حاله يا جماعه مش سهله ومش صعبه، ومحتاجه مننا تركيز كأم وأب عشان نعبر بالطفل في المرحله دي لبر الامان، لان هي حاجه صعبه جدا ان الطفل يكون وصل لسن 13 14 15، وفي اطفال والله يعني كانوا قربوا على سن الزواج وما زال بيعاني من التبول اللا ارادي. فبناخدها من البدايه، كل ما نلحق الحاجه في اولها كل ما بتكون موضوع العلاج امره الى حد كبير افضل وايسر من ان احنا ناخد الفتره دي يعني بعد مرحله عمريه متقدمه. الام تاخد بالها كويس جدا في المرحله العمريه بالتحديد اللي هي ما بين سن 5 ل7 سنوات، اللي هو سن الحضانه ومثلا بدايه دخول المدارس. لو الطفل بتاعها مثلا حصل له تبول عدد بسيط من المرات يعني ما يقلقش قوي، انما لو تكرر التبول اكتر من 3 ل 4 مرات في الاسبوع وكمان عدى سن ال7 سنوات، لا هنا بقى الام الذكيه او الاب الذكي، الام طبعا لان هي مرتبطه اكتر بالطفل في المرحله العمريه دي، تبدا على طول ستوب هنا، وتبدا على طول في استشاره الطبيب على طول. بنبدا بقى شويه نصايح كاطباء في غايه الاهميه. اول حاجه التنمر او توبيخ الطفل. بشوف حاجات عجيبه بصراحه، الحاله دي بشوفها كتير جدا، فبشوف حاجات عجيبه. طفل مثلا